تعالوا بقى النهارده نعمل مع بعض طبق بطاطس، بس بجد هيعجبكم قوي وهيبقى مناسب للناس اللي بتعمل دايت او مرضى السكر. خفيف كده على المعدة وطعمه حلو قوي، هيعجبكم من غير اي مادة دهنية. انا هنا هجيب حوالي 4 بطاطسات كده، شوفي انت على حسب الكمية اللي عايزاها، وهنقشرها طبعا ونغسلها حلو قوي ونقطعها مكعبات كده زي ما انتوا شايفين. خلاص، هجيب بقى معلقة ونص كده من الملح مليانين صغيرين، وهنزل بحوالي لتر من المية المغلية كده، وارفعها على النار لغاية اما تستوي تماما. انا هنا عايزاها مستوية تمام. هنسيبها على النار حوالي من ربع لتلت ساعة على حسب بقى. تمسكي البطاطساية كده تلاقيها مستوية معاكي تمام، اقفليها بقى وهاتيها وهي سخنة كده، يعني وهي سخنة بتتهرس معانا على طول. عندك بقى هرسة البطاطس بالشوكة، اي حاجة بقى تهرسي بيها البطاطس كده زي ما انت شايفة، نهرس كل الكمية كده. انا هنا حسيت انها عايزة ملح سنة كده، سنة بسيطة. وهنا بقى ده المكون السحري الخطير اللي بينقل معانا البطاطس في حتة تانية، نص كوباية من اللبن. بجد جربي الطريقة دي، هتعجبك جدا، وعمرك ما هتعملي البطاطس المهروسة من غير لبن. بجد بتطلع كريمية وطعمها تحفة. وهنا طبعا حطيت رشة من الكمون كده، عايزة شطة براحتك.